السلام عليكم، معكم سليم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وخاصة لاعبين اللي لعبوا هذا الأسبوع مباريات الدوري الأوروبي. نبداو باللاعب الأول اللي هو لاعب نادي أندرلخت البلجيكي سفيان هني. هذا اللاعب اللي سجل هدف في الدوري ضد نادي أوسطي مارادوني في الدقيقة 48 من عمر المباراة. وزاد سجل يوم الخميس ضد نادي مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي. هذه المباراة اللي فاز بها مانشستر يونايتد 3-2 بمجموع المباراتين. واللاعب الآخر اللي هو رشيد غزال، لاعب نادي ليون الفرنسي، اللي تأهل فريقه نادي ليون إلى نصف النهائي الدوري الأوروبي لملاقاة نادي أياكس أمستردام. نادي ليون فاز في ربع النهائي بصعوبة بضربات الترجيح ضد نادي بشكتاش التركي. بعد ما انتهت المباراة 2-1 لصالح بشكتاش. رشيد غازي سجل ضربة ترجيحية في ركلات الجزاء. واللاعب الآخر اللي هو نبيل بن طالب لأقصية من ربع نهائي الدوري الأوروبي مع نادي شالك ضد نادي أياكس أمستردام. نادي أياكس أمستردام اللي حقق الفوز في ألمانيا بعشر لاعبين، وتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لملاقاة نادي ليون. واللاعب الآخر اللي حنتكلموا عليه في هذا الفيديو اللي هو اللاعب ياسين إبراهيمي، لاعب نادي بورتو. اللي هناك بعض الأندية اللي راهي حابة تتعاقد معه حسب آخر الأخبار، مثل نادي إنتر ميلان وميلان الإيطاليين ونادي أرسنال الإنجليزي. واللاعب الآخر هو اللاعب نبيل غيلاس، لاعب غازي عنتاب سبور التركي. نبيل غيلاس راهو مسجل 8 أهداف في هذا الموسم مع ناديه غازي عنتاب سبور، له يحتل المركز 17 في الدوري التركي الممتاز، وهو المركز ما قبل الأخير في الدوري التركي. هناك نادي كبير في تركيا وهو نادي بورصة سبور التركي، اللي راهو حاب يتعاقد مع نابيل غيلاس في الميركاتو الصيفي المقبل. واللاعب الآخر أو اللاعبين الآخرين اللي حنتكلموا عليهم هما لاعبين ينشطين في الدوري القطري، وهما اللاعب محمد طييبة لاعب نادي المرخية القطري، اللي أحرز لقب دوري القطري درجة ثانية مع فريقه وهو المركز الأول، وصعود نادي المرخية إلى دوري نجوم قطر. واللاعب الآخر هو اللاعب رفيق حليش، اللي فاز نادي قطر في مباراة الحاسمة على نادي الشحانية 1-0، وصعد نادي قطر وعاد نادي قطر العريق إلى دوري نجوم قطر الموسم المقبل. كان معكم سالي، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وطابوني في لاشين يوتيوب تاعي، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.